السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندك انتصار وفرحة كبيرة هترد اعتبارك وكرامتك عن طريق ورقة مهمة. الأوراق دي هي اللي هتحل المشاكل اللي انت كنت فيها. كمان الأوراق دي هتخليك تنتصر في شخص معين ظلمك وشوه سمعتك، غير حياتك، بس انت هتديه ضربة قوية جدا هتخلي الشخص ده يلف حوالين نفسه، لان انت معاك الخير والنصر ونيتك صافية. الشخص ده طبعا اساء ليك، خلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك كلام مش كويس، انت هتعرف تجيب حقك منه وحقك هيرجع لك لغاية عندك. في خير وفرحة وايام جميلة. كان في حد غدر بيك وانت ما كنتش متخيل انه يعمل كده فيك. طبعا انت عارف ان في شخص طعنك، مخليك تعبان جدا. عارف ليه؟ لان علاقتك فيها طرف ثلاثي من الناحيتين. انت هتبدأ بقى تغير نظامك. طبعا انت خليت الشخص ده يظهر على حقيقته، في اوضاع كتير بينته على حقيقته، سواء كان طمعان في المال او في اي حاجة تانية. المهم ده ما كانش حب حقيقي. الشخص اللي طعنك ده كان بيحبك حب مصلحة، بيحبك لنفسه بس، مش حب. كمان ما يحسبش حب، لان حب المصلحة ما يحسبش حب. هو قرب منك بس علشان مصلحته. هتلجأ لشخص معين انت خسرته زمان بسبب واحدة عموما كانت قريبة منك. دي خلتك تخسر الناس اللي حواليك كلهم، خلتكوا تخسروا بعض. انت الايام اللي فاتت دي بتكسب حاجات كتير جدا، بس الناس شايفة، او كل الناس اللي بتاكل من خيرك بيطلعوا بره يتكلموا عليك، دايما حاقدين عليك وعلى اي حاجة انت بتعملها. الفترة اللي كانت مليانة ضغوطات ومشاكل دي هتتحول لفترة كويسة جدا بالنسبة لك. انت تدخل على فترة كلها قرارات، كل حاجة انت هتعملها هتكون سليمة بنسبة 100%. هتدي لنفسك دافع عشان تحقق هدفك، هتتحدى كل الناس اللي حواليك. كمان هيبقى عندك طاقة وحيوية ونشاط بعد الكسل والخمول والأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات كنت بتاخدها بسرعة دي. لا، كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة إيجابية، طاقتك حلوة، هتديك فرص. كمان في أخبار سعيدة، هتنتهي من حاجات مهمة كنت شايل همها، لأن انت مركز جدا في وضعك المهني والمالي الأيام دي. فالتركيز بتاعك ده بالنسبة للمرتبطين مخلي شريكك متضايق قوي أو زعلان، لأنك مش مهتم بيه أو مش واخد بالك منه. مهما كان برجك ومهما كان اسمك ومهما كان سنك، النهاردة هعمل لك كشف روحاني خطير جدا، وهقول لك حاجات عن شخص ممكن يغير حياتك بالكامل. ما يحلى الكلام إلا بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك طرق كتير جدا مفتوحة قدامك، بالرغم انك بتعافر بإيدك واسنانك في كل حاجة. مفيش موضوع عندك بيكمل للآخر، لازم حد يوقفلك في أي موضوع. انت ماشي في حاجة، حصل موقف معين، بتلاقي المراكب السايرة بتقف، بس انت عندك طرق كتير جدا جدا مفتوحة لك. استبشر بالخير وان شاء الله كل حاجة تتحل بإذن الله تعالى. في امور كتير جدا متيسرة في موضوع انت ماشي فيه ودلوقتي خايف ان الموضوع ده ما يكملش، بس ان شاء الله تعالى هيكمل وهيكون في صالحك، لان انت هتتعب في فترة كده، بس بعد كده ان شاء الله هيجيلك رزق وخير كتير، فلوس وانت مستنيها، هتقدر تحقق اي حاجة انت ماشي فيها. البعض منكم بيحس بوجع شديد في رجله، والبعض منكم بيحس بصداع نازل على عينه. بتعاني كتير جدا ومش بتنام، متأخر في شغلك، مشغول بحاجات كتير اليومين دول. ان شاء الله لو حيران او متضايق في موضوع مش عارف انك تاخد قرار فيه، ان شاء الله هتاخد القرارات المناسبة وهتحل مواضيعك. وكمان في عندك قرارين اصعب من بعض، مش عارف تختار اي حاجة فيهم. يمكن الامرين عندك اصعب من بعض ومش قادر انك تحدد انهي واحد فيهم الاحسن، بس ربنا هيبعت لك آية ليك تختار بيها القرار الصح والمناسب لصالحك. كمان عايزاك ما تستعجلش الامور واحسبها بالورقة والقلم مرة واتنين وعشرة. في حياتك شخص معين بيتلون على كل لون، بس مش من دمك.
إيه يعني قدامك بوش ومن وراك بوش تاني خالص، وزي ما بيوصلك كلام غلط بيوصل للناس عنك كلام غلط برضو. عايزه اقولك ان انت كمان هتقدر تتقدم في شغلك، هتحقق انجازاتك اللي بتحلم بيها في الحب. حاول انك تصالح حبيبك وتتكلم معاه عن اي حاجه هتساعدك على الاستقرار، واللي حصل ده ما يتكررش. ابعدوا بعض على كده، ابعدوا عن المشاكل اللي خلتكم تبعدوا عن بعض لفتره. كمان لو كان ليك اي ازمه قبل كده في شغلك فده مش معناه الفشل، ده هيخليك تبتدي من جديد. خلي حماسك وطموحك هو الهدف في حياتك. ما تاخدش تهديدات شريكك بانكم تبعدوا عن بعض بجد. حاول انك تتكلم معاه في اللي مزعله، تعرف ايه اللي مخليه متضايق منك وتوصل لحل المشكله دي عشان ما تكبرش اكتر من كده. مش معنى انك اتهزمت مرة او حصل معاك مشكلة مرة هيكون كل مرة كده، لا طبعا. حاول تفكر في تنمية مهاراتك وقدراتك لانها اتأثرت بسبب اهمالك فيها. بالنسبة لمش مرتبطين، انت بتعيش حالة فراغ عاطفي بسبب انك مصر تقفل قلبك في وش اي محاولة حب او اي حد بيقرب منك. ممكن يكون الشخص ده بيحبك ومشاعره كويسة ليك، ممكن يكون مثلا انت مش عايز تحب من جديد، مش عايز تكلم حد تاني. خلي بالك ممكن تخسره. حاول تفكر وما تسمحش لأي تجربة وحشة مريت بيها انها تأثر عليك بالطريقة دي. انت في حاجة انك تبعد عن جو المشاحنات، ركز قدر الامكان في شغلك، خاصة انك ممكن تترقى في الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى. انشغالك بأي حاجة تانية بعيدة عن شغلك ممكن يضر مستقبلك. محتاج انك تعتني بنفسك بشكل اكبر من كده، لانك بتحس بوجع على طول في جسمك بيخليك دايما حاسس بالتوتر والقلق. ان شاء الله هتحقق نجاح كبير في مجالك، هتلاقي تقدير من صحابك بعد وقفتك النبيلة معاهم، هتبقى في نظر الناس كويس جدا. انت شخص ما بتحبش اليأس، عندك قوة صبر وتحمل شديدة جدا. معروف عنك حبك الشديد لشغلك، بتشيل مسؤولية لأي حد بيكون مسؤول عنها. كمان مميزاتك أو ممكن تكون عيوبك إنك عنيد، وده وعنادك ده بتخليك تعمل حاجات الناس بتفكر إنك مش هتقدر تعملها. حاول تستفيد من الفرص اللي قدامك، فكر كويس قبل ما تاخد أي قرار. صح إنك تقبل الفرص المفيدة ليك، بس احذر إنك تقع في فخ التردد عشان تقدر تتقدم في شغلك وتحقق إنجازاتك اللي انت بتحلم بيها. قدر نفسك واعتز بمهارتك وشخصيتك مهما حصل، ومهما كانت حاجتك للشغل ما تقبلش بأقل من اللي انت بتستحقه، لانك بتقدم حاجات كتير جدا لأصحابك وأهلك. خليك فاكر ما ترضاش بالأقل، اطمع في الطموح وانك تتواصل اه او انك توصل لأهدافك وأحلامك. ما تبعدش عن الشخص اللي بيحبك لانه محتاجك تكون جنبه وتقرب منه. الامور كلها هتبقى على افضل حال باذن الله تعالى. ما تاخدش تهديدات شريكك بانكم تبعدوا عن بعض. لا، حاول انك تتكلم معاه، افهم ايه اللي مزعله ومخليه متضايق منك، وصلوا لحل المشكلة عشان ما تكبرش اكبر من كده. وارضى بنصيبك بشريكك لانه ممكن يكون نعمة النصيب. اي حاجة بتدور عليها هتلاقيها فيه. انت بتجمع بين الصرامة والجدية والشهامة، بتحب تساعد اي حد، فانت حاول تساعد شريكك، خليه يخرج من الحالة النفسية اللي هو فيها عشان ما يتعبش اكتر من كده.